تخيلي بأقل من كيلو إلا ربع لحمة مفرومة ممكن تعملي الوليمة دي وتكفي العيلة كلها ويفيض كمان. هقولك على تريك عملتها ضاعفت كمية اللحمة معايا، وعملت 16 قطعة جلاش مورق ومقرمش، وكمان 12 صباع كفتة حياتي طرية ولذيذة وريحتها كانت جايبة آخر الدنيا. يلا بينا نبدع. بس إذا كنت أول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس علشان توصلك كل إشعاراتنا بفيديوهاتنا الجديدة. معايا هنا 700 جرام من اللحمة المفرومة وانا فرمها ناعم جدا. 700 جرام يعني اقل شوية من الكيلو الا ربع كمان. هزود الكمية بتاعتي بخلطة المفروم دي من كنور، حلوة جدا، وبتزود الكمية بتاعتي 50% كمان للحمة. هنا انا هحطها، المفروض ان هي بتتحط في نص كوباية مية دافية لغاية ما بتلين خالص، وبعدين احطها. انا بقى اختصرت الموضوع وهحطها على اللحمة على طول، مفيش اي مشكلة خالص. هبدأ بقى ان انا اخلطها مع اللحمة بتاعتي، هخلطها كويس جدا علشان تتجانس مع كل كمية اللحمة بتاعتي. الخلطة دي جميلة يا جماعة، وفي شركات تانية عاملاها، بس انا بفضل كنور بصراحة، مش اعلان ولا حاجة، لكن انا فعلا جربتها وجميلة. هنا بقى انا هاخد تلت الكمية اللي هي تعتبر ربع كيلو ويمكن اقل من الربع كمان، هاخدها على جنب وهقول لكم بعدين انا هعمل بيها ايه. في طاسة بقى على النار هنزل بمعلقة سمنة حلوة كده، وهنزل بنص كيلو اللحمة بتاعي اللي طبعا اضفت ليه الخلطة بتاعت المفروم. هقلب بقى واحاول ان انا اعصجها كويس، واحاول ان انا افك التكتلات اللي فيها دي علشان ما تبقاش متكتله معايا اللحمه المفرومه. على نار متوسطه الكلام ده، على نار متوسطه. هنا بقى هنزل ببصلتين متوسطين الحجم متقطعين مكعبات صغيره زي ما احنا شايفين كده، وهبدا ان انا اعصج اللحمه بتاعتي تعصيجه حلوه. وهنزل بقى بمعلقه صغيره من السبع بهارات ومعلقه صغيره من البابريكا، وهقلب كويس لغايه ما احس انها فعلا اتعصجت تمام كده والبصلايه دبلت فيها وريحتها جميله. بنزل بقى بمعلقه واحده صغيره من الملح والفلفل مع بعض، وهنزل بثلاث اربع معالق من الميه علشان الخلطه اللي انا حطيتها من البدايه كانت محتاجه شويه ميه، بس انا اختصرت الوقت وعملتها على طول، فحطيت 3 4 معالق من الميه وبقلب علشان تتضاعف معايا الكميه، وفعلا اتضاعفت معايا الكميه كده تمام. هسيبه بقى على جنب واطفي عليه، وتعالوا نشوف التشريبه المميزه اللي هنعملها للجلاش بتاعنا. في بوله هنجيب كوبايه ونص من الحليب، وبنفس الكوبايه هنزل بنص كوبايه من السمنه على زيت، تمام كده. هنزل بقى بمعلقه من البيكنج باودر، معلقه صغيره، معلقة صغيرة ملح بفلفل، معلقة واحدة بس علشان اللحمة بتاعتنا فيها ملح برضو. هنزل بعد كده بمعلقتين من الدقيق، ودي مادة ربط جميلة، جربوا بجد، الخلطة دي والتشريبة دي رائعة. هنزل بعد كده ببيضتين وهقلب كل الكلام ده، هقلبه كويس جدا. ودي التشريبة الأساسية بتاعتي في الجلاش باللحمة المفرومة، معتمداها من زمان بصراحة. هنا بقى هجيب الصاج بتاعي مقاس 30 في 40، أكبر حاجة عندك مربعة، بتدهنيها سمن، وتجيبي بقى رقات الجلاش بتاعك وانت بتختاريه هاتيه من مكان كويس علشان يبقى طازه، مش مكسر او مركون في السوبر ماركت. حاولي تجيبيه طازه وبيبان عليه في ايديكي وانت بتفرديه، بيبان انه طازه. هفرد بقى رقين رقين، يعني كل رقين هحطهم، هشرب ما بين كل رقين ورقين. هنا حطيت طبقتين هشرب وانزل بطبقتين بعدهم، وهكذا. الصاج بتاعي ده بياخد معايا لفتين جلاش اهو. تاني رقين احطهم وبعدين بشرب كويس جدا علشان الطبقات بتاعتي في الاخر بتبقى مورقة وجميلة. انا كمان عاملة التشريبة كافية جدا ان هي تخلي الجلاش مورق وحلو جدا. هنا بقى بنزل بكمية اللحمة بتاعتي بعد ما خلصت اول لفة جلاش من تحت، هي بتبقى لفة من تحت ولفة من فوق، وبنزل باللحمة المفرومة بتاعتي بوزعها كويس جدا في كل الصاج. وبعدين هبدأ بقى رقين واشرب ورقين واشرب وهكذا لغايه ما بخلص لفه الجلاش التانية. هبدا بقى ان انا بعد ما خلصت هقطع بشويش علشان ما يتبهدلش مني. وهنا بعد ما قطعت طلع معايا 16 قطعه من الجلاش، كبيره ومشبعه جدا. هبدا بقى بالتشريبه الباقيه، هشرب الوش كله بباقي التشريبه، وبعد ما اخلص توزيع التشريبه عليها كويس جدا هخليه التشريبه في الصاج كده قبل ما يدخل الفرن، اخليها نص ساعه ساعه
على جنب كده تتشرب كويس جدا قبل ما يدخل الفرن، ودي خطوة اساسية يا جماعة. مكونات التشريبة دي محتاجة انها تقعد نص ساعة لساعة قبل ما تدخل الفرن. فاكرين بقى ربع كيلو اللحمة اللي احنا حشناه على جنب؟ تعالوا نشوف هنعمل احلى كفتة بيه. نزلنا بالربع كيلو في البولة بتاعتي، وفرمت بصلاية متوسطة في الكبة، وهنزل على البصلاية دي بمعلقة صغيرة من جوز الطيب، ومعلقتين كبار من البقدونس، ومعلقة صغيرة من ملح وفلفل، وربع معلقة من الكربوناتو او كربونات الصوديوم، ومعلقة من الدقيق. ودي مكونات اساسية ما ينفعش نستغنى عنها في كفتة الحاتي. هديها فرمة حلوة كده مع بعض المكونات دي، وبعدين هنزل باللحمة بتاعتي مع المكونات دي، هديها برضو فرمة علشان الكفتة بتاعتي لازم تبقى ناعمة خالص. فرمتها فرمة حلوة، وبعدين هنزل بيها في البولة وابدأ ان انا اصبعها. بس قبل ما اصبعها كان المفروض يبقى عندي دهن دوش او ليا. انا لا عندي دوش ولا عندي ليا، فحبيت ان انا اتصرف بمعلقة كبيرة من السمنة البلدي، حطيتها عليها بتقوم بنفس دور الدهن بالظبط، بتدي نفس الطعم، مش فارقة كتير. بقى اسمغها كده بايديا، وبعدين هبدأ اصبعها في صينية كده. هتطلع معايا 12 صباع كفتة حاتي لذيذة جدا، وريحتها هتجيب اخر الدنيا يا جماعة. انا طبعا السمن اللي حطيته مش بستغني عن الدوش او الدهن اللي انا بحطه او اللية، لكن لو عندك ليا طبعا حطي دي اذواق او زي ما تحبي. هنا بقى الصاج بتاعي بعد نص ساعة او ساعة الا ربع تقريبا، لما تشرب تماما هدخل بيه الفرن على اعلى درجة حرارة لمدة ربع ساعة، وبعد كده هخلي درجة الحرارة 200 بس. اول ما يستوي هشغل المروحة الداخلية، ولو ما عنديش مروحة داخلية هشغل الشواية لغاية بقى ما يستوي. في حلة صغيرة هجيب معايا معلقتين معلقة زيت ومعلقة سمن، وهنزل ببصلاية مبشورة متوسطة. هحط ملح وفلفل واقلب كويس لغاية ما تدبل معايا البصلاية، وبعدين هنزل بشوية توابل 7 بهارات وكركم وكاري، وربع معلقة من القرفة، و3 4 حبات من القرنفل. وهقلب، ما اقولكوش بقى على الريحة جميلة جدا. هنزل بقى بمية سخنة مغلية على قد الرز اللي انا هعمله، يعني الكمية اللي هحطها من المية على قد كمية الرز اللي انا هعملها. هنزل بالرز بتاعي مغسول ومتصفي، وهقلب واغطيه، واول ما يبدا يغلي على نار هاديه. طبعا الكفته بتاعتي طلعت جميله جدا، وحطيت لها حته فحم طفيتها بنقطتين من السمنه وغطيتها. هنا الجلاش برضو طلع معايا مورق وريحته جميله، ولونه كمان ذهبي وجميل. بصوا بقى التوريقه بتاعته عظمه يا جماعه، بجد عظمه. هنا بقى في صينيه العشاء نزلت بالرز بتاعي بعد ما استوى، مفلفل وزي الفل، وريحته جميله جدا من التوابل بتاعته. ابتديت ان انا اسويه كده بالشكل اللي احنا شايفينه، واوزع عليه من فوق الكفتة بتاعتي بالشكل ده. 12 صباع كفتة من ربع كيلو لحمة يا جماعة، وريحتها رائعة. وزعت كمان الجلاش بتاعي، قطع الجلاش على الاطراف زي ما احنا شايفين كده. ومش دي كل كمية الجلاش على فكرة، كان في 4 قطع كمان تاني غير الكمية دي في الصينية بتاعته. عايزه اوريكم بقى التوريقه، لانه فارق معايا جدا. التشريبه اللي عملناها عامله توريقه رائعه بين الطبقات، مقرمشه جدا من الاطراف وفوق وتحت، ومن جوه طري جدا جدا. التشريبه دي سر واختراع يا جماعه، انا معتمداها من سنين. وصفتنا خلصت، وقدرنا ب 700 جرام من اللحمه، يعني اقل من كيلو الا ربع، ان احنا نعمل وليمه. وتقدري تعمليها في عزومه بتكفي عيلتك كلها. 16 قطعة جلاش، 12 قطعة كفتة، وكمية الرز بتكفي عيلتك وبتفيد كمان. دي كانت وصفتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. اشجعكم جدا تجربوها وتكتبوا لنا رأيكم في كومنتات، دي حاجة بتسعدني وبتشجعني اني اكمل. ما تنسوش بقى اللايك والشير لكل حبايبكم. انتظروني في وصفات احلى واحلى من مطبخ فراولة. شكرا ليكم ولمتابعتكم.